بيسموه جمبري الغلابة علشان لذيذ ومغذي وعلى قد الإيد. السمكة دي غريبة وعجيبة، بنستخدمها في الملوحة وكمان بنعمل بيها أكلات لذيذة جدا. السمك ده بيجي بالشكل ده، فإحنا بناخده ونغسله كويس جدا جدا، وبعد ما بنصفيه من المية في بعض الأسماك كده من النوع ده نفسه يعني بيكون عليها قشر ضعيف جدا، فبنشيله بإيدينا كده. مش بيحتاج سكين ولا حاجة علشان السمكة دي بتكون رقيقة كده فممكن تتهري منك. وبعدين بنشيل الراس برضو بايدينا، بتكون برضو طريقتها سهلة جدا. يعني السمك ده تنظيفه بيكون سهل جدا غير الاسماك اللي بتكون كبيرة. وفي برضو نفس النوع يعني ما بيكونش عليه قشرة. هنضفه بنفس الطريقة. كل السمك اللي عندي ده انا بشيل الراس بتاعته كده، بتطلع بمنتهى السهولة، وكمان بنسحب الاحشاء بتاعته كده. فخلاص كده هو ده كل التنظيف بتاع السمكة بتاعتنا دي النهاردة. هكمل كل الكمية بنفس الطريقة. عايزة اقولكم السمكة دي بالرغم من ان هي صغيرة وسعرها برضو بيكون على قد الايد، لكن هي مغذية جدا جدا. بصوا هنكمل كل الكمية بنفس الطريقة دي، وبعدين بناخدها تحت الحنفية تحت المية الجارية يعني، وبنغسلها كويس جدا وبنصفيها من المية. ده شكلها بعد ما غسلناها. بصوا بتكون ناصعة البياض كده ونظيفة جدا. دلوقتي تعالوا نعمل التتبيلة الجميلة بتاعتها. جبت الكبة وحطيت فيها توم مفروم، وكمان حبة من الفلفل الأخضر، ولو عندك فلفل ألوان برضو ممكن تضيفي، وكمان عصرت ليمونتين. وبعدين هضيف الملح، وهنضيف ملعقة صغيرة من الكمون. انتوا عارفين الأسماك كلها بتحب الكمون. وبعدين هنضيف ملعقة برضو صغيرة من الكزبرة الناشفة، وربع ملعقة من الفلفل الأسود مش أكتر من كده، وملعقتين صغيرين من خلطة المشاوي، أو لو عندك الخلطة بتاعة تتبيل الأسماك برضو زي الفل. لو مش عندك أي حاجة ممكن تكتفي باللي احنا ضفناه ده اللي هو الكمون والكزبرة والفلفل الأسود، وممكن تضيفي بابريكا ده إذا كان متوفر عندك يعني. وبعدين ضفت ملعقة كبيرة من الخل، وخلطت كل الحاجات دي وفرمتهم كويس في الكبة ونعمتهم، وهبتدي أخلطهم مع السمك كده واخلطهم كويس جدا علشان السمك يتشرب من التتبيلة الجميلة دي. هسيبه في التتبيلة دي 10 دقايق وبس. بعدين جبت شوية دقيق. وبصوا بقى خلوا بالكم من طريقة التغليف لان هي مهمة جدا جدا. بناخد شوية من السمك ده وما بنكومهمش على بعض علشان ما يتكتلوش ويبقوا كتلة واحدة. احنا عايزين كل سمكة كده مستقلة بذاتها ومش ماسكة في اختها ولا تتخانق معاها. بنبدرهم بالطريقة البسيطة دي، وبعدين بحطهم على جنب، وهاخد شوية برضو صغيرين، وبعد ما هغلفهم بالدقيق خلاص كده هبتدي اخلطهم كلهم كده مع بعض. لان السمك بعد شوية بتحسوا ان هو بيندي، فبنرجع نغلفه تاني. يعني شوية اللي انا كنت حطاهم على جنب دول انا برضو رجعت اخدتهم مع الباقيين. وبعدين برضو بقلب واعدل فيهم كده لغاية ما احس ان خلاص كل سمكة اتغلفت بالدقيق وبقت بالشكل ده. كل ما بتتغلف بالشكل ده بتبقى مقرمشة معانا بعدين. بعدين جبت المصفى وهحط فيها السمك بالراحة. انا بتعامل معاه بكل خفة وبكل رقة علشان الكفر ده ما يطلعش يعني من على السمكة. بعدين بنفضهم بالطريقة دي علشان اطلع منهم الدقيق اللي بيكون زيادة، لان ده لو نزل في الزيت بيحرق الزيت. بصوا كل سمكة كده انا عايزاها متغلفة بالشكل ده. خلاص كده زي الفل. بالطريقة دي السمك بتاعنا هيبقى مقرمش وجميل. هنحطه على صينية مفرودة كده، يعني اي حاجة تكون مفتوحة بالشكل ده علشان ما نكومهمش فوق بعضهم برضو. هرجع اكمل السمك بنفس الطريقة دي. هي لو فضل معاكم شوية دقيق عادي احنا بننخلهم ونشيلهم في كيس وفي درج التلاجة ونستخدمهم تاني في تتبيل الاسماك. يعني مش هنرمي حاجة احنا النهاردة. بنعمل السمك بنفس الطريقة. بصوا كل سمكة لازم تكون بالشكل ده. هاخد برضو السمك، يعني بصوا هي نفس الخطوات هنكررها لغاية ما نخلص كل كمية السمك اللي معانا. لما بننخل الدقيق بالشكل ده على فكرة بيحافظ على الزيت، فاحنا مش بنهدر كمية كبيرة كده من الزيت. لكن لو اخدتوه بالدقيق بتاعه ونزلتوه في الزيت، الزيت بيتحرق وبيتملي طبعا كله دقيق. بعد ما خلصت كل الكمية هروح على الطاسة وحاطة فيها شوية زيت، مش ضروري يكون غزير جدا يعني. وبعدين هنزل بالسمك. ما بننزلهوش في الزيت غير بعد ما الزيت يبقى مقدوح يعني سخن جدا جدا.
وخلوا بالكم لما ننزل السمك في الطاسة ما بنكومش السمك برضو كله فوق بعضه، يعني بننزلهم واحدة واحدة زي ما شفتوا معانا في الفيديو، ومن وقت للتاني كده هديهم تقليبة بسيطة برضو. المهم احنا مش هنلمس السمك ده ولا نقلبه غير لما نلاقيه اتغلف، علشان لو مسكناه بالملعقة كده وحاولنا نقلبه ممكن يمسك في بعضه مثلا، او الكفر اللي عليه ده ممكن برضو يعني يتخدش كده ويطلع من عليه. هفضل اقلب في السمك ده من وقت للتاني لغايه ما ياخد اللون الجميل اللي انتوا بتحبوه. انا بحب لون يكون كده يعني ذهبي خفيف، ما يكونش غامق اكتر من كده، هو ده اللون اللي انا بحبه. دلوقتي هنبتدي نصفيه ونطلعه من الزيت، ولازم نصفيه من الزيت علشان السمكة بتاعتنا تبقى محتفظة بالقرمشة بتاعتها. هخرجه على مناديل ورق علشان تمتص اي زيت يكون زيادة مثلا في السمكة. خلاص كده انا خلصت كل الكمية. شايفين شكل السمكة عامل ازاي؟ الكفر بتاعها كده يعني متغلفة كلها وكمان مقرمشة وشكلها لذيذ. هنكمل باقي السمك بنفس الطريقة، هو والزيت سخن بننزل بالسمك، وزي ما انتوا شايفين ما بنكومش السمك كله فوق بعضه علشان ما يمسكش في بعضه، وبرده ما بنقلبوش خالص غير لما نحس ان هو خلاص اتغلف، لان لو قلبتوه السمك كله هيبتدي يندي كده ويمسك في بعضه زي ما انتوا عارفين طبعا الدقيق. خلاص كده هستنى لما ياخد اللون الجميل برضو اللي انا عايزاه، وهطلعه في المصفى، وهكمل نفس الطريقة في كل كمية السمك اللي معايا لغاية ما هخلص كل الكمية. وانا مغيرتش الزيت خالص، انا يعني استخدمته في كل الكمية اللي عندي. الكمية دي حوالي كيلو الا ربع تقريبا من السمك البسارية. دلوقتي هنعمل الرز. انا جبت حله وحطيت فيها شويه زيت، ولما سخن الزيت جدا انا كنت مقطعه بصله، وابتديت اقلب فيها لغايه ما بقى لونها ذهبي. لما يبقى لونها ذهبي هبتدي اضيف دلوقتي ملعقه صغيره من السكر علشان الرز يتكرمل كده ويبقى لونه جميل. اول ما يوصل للون ده ما تستنوش لما تغمق زياده البصل عشان ما تمررش، ببتدي اضيف الميه، وانا ضفت ميه مغليه. ضفت حوالي 4 كوبايات ونص، وضفت كمون وملح وبس كده. هي دي كل التوابل اللي انا هضيفها للرز بتاعي النهارده. وبعدين انا كنت غاسله هنا 3 كوبايات من الرز المصري، وخلاص صفيتهم من الميه وضفتهم للميه المغليه بعد ما غلت. ما تضيفوش الرز على الميه قبل ما تغلي علشان ما يعجنش معاكم. وبعدين من وقت للتاني هديله تقليبة بسيطة جدا لغاية ما يستوي. بصوا بقى شكله عامل ازاي. خلوا بالكوا الرز لما بيكون بالبصل المكرمل ممكن يكون قابل ان هو يشيط مثلا في الحلة، علشان كده من وقت للتاني احنا بنروح نديله تقليبة بسيطة، وبعدين بنطفي عليه النار ونسيبه يعني يكمل تسويته على البخار. وده شكل السمك الجميل بتاعنا النهاردة بعد ما حطيته في السيرفيس بتاع التقديم. شكله مشهي جدا جدا وريحته رهيبة ومقرمش طبعا علشان احنا ما كومناش السمك فوق بعضه. السمك لو كومتوه فوق بعضه وهو سخن هتحسوا ان الكفر كده ابتدى يعرق يعني ويبقى طري ما يبقاش مقرمش. هوريلكوا برضو السمكة من قريب شكلها عامل ازاي. شكله جميل جدا جدا. دلوقتي هفتحها معاكم علشان تشوفوا برضو شكلها عامل ازاي من جوه. بص اللحم بتاعها بيبقى حلو ورقيق كده ولونه ابيض فاتح، علشان السمكة دي نظيفة اصلا يعني ما بتحتاجش مجهود في نظافتها. هما شوية مية تحت الحنفية وزي الفل. حتى الشوك اللي من جوه بيكون شوك ضعيف جدا، يعني هي ممكن تتاكل بالشوك بالديل بكل ما فيها. يعني سمكة لذيذة جدا جدا. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم. يا ريت تدعموني بلايك وشير للفيديو، بكرة بإذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم، مطبخ نايت فاروق. بحبكم جدا جدا.